سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. صلينا على رسول الله. الجريمة دي حصلت أمس في شبوة. قد يقول قال يا مزبل أنت تأخرت، ما بشيء اسمها تأخرت. الجريمة هذا بعد تظلي لو يتكلموا الناس عنها سنة. جريمة بشعة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول. خالفت والعراف، وخالفت والاسلاف، وخالفت والقانون، وخالفت والشرع، وخالفت والقبيلة، وخالفت كل شيء. لا انتو ذي مشيتوا ولا حكم الله ونفذتوا، ولا انتو ذي مشيتوا بالاعراف وقعدوا قبائل، ولا انتو ذي مشيتوا بالقانون يعني واخذتوا عبر القصاص بلطجه طريقه دعششه. ولا كان ناقص الله تلبسوا بدله برتقاليه، وجه هذا صاحبكم يعني يلبس يعني اللبس الاسود يغطي وجهه وبالسكين وشقوا لكم يعني يصلي له صوارم وذبحتوا الرجال. نفس الدعششه. وين الشرع؟ وين القبيله؟ وين القانون؟ ثاني شيء لا يجوز في الاسلام، هذا يعتبر يعني زي يعني قتل نفس، طالما ما أخذ شيء بالشريعة ولا عبر القانون ولا عبر المحاكم ولا عبر ولي الأمر أو يعني من ينوب عنه من مدير أمن ولا من محافظ ولا أي كان، فلا يجوز. ولا أنتم ذي عفيتوا حسب الأعراف والأسلاف يعني والقبيلة، ولا أنتم ذي سلمتوا للمحكمة. جريمة يندى لها يعني الجبين. والله لو حكمتم بكنوز قارون كلها انها وصمه عار في جبينكم الى قيام الساعه. من حقكم ان تقتصوا من قاتل ابنكم اخويكم، من حقكم، هذا شرع الله، لكن في طرق شرعيه وفي طرق قانونيه. وانا معك ان انت تقتص في من قتل وسفك دم اخوك ولا ابن عمك ولا صاحبك، لكن بطرق شرعيه بقوانين بمحاكم. هكذا الرجال تعمل، اما هذا بلطجه. وقدر الرجل مقيد قدامك، وعند العرب قد يجي الرجل قاتل أبه. النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن قاتل حمزة عمه ومن أحب الناس إليه، والذي بموته بكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني ابتلت لحيته مقتل حمزة. وكم عفى النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل مكة عن كثير من فتيان قريش، وقد نكلوا بالمسلمين كل تنكيل. خالد بن الوليد جزر بالمسلمين والله بيعلم في أحد، وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد عينه قائد جيش المسلمين وسماه سيف الله المسلول. عاد شي معكم قبيله، عاد شي شرع، عاد شي ناموس، عاد شي اخلاق. يا رجال حتى من اخلاق الجاهليه قد يجير الرجل قاتل ابه قبل الجاهليه. ما حد عمل هذا الفعله الشنعه وهذا العمل البلطجي والارهابي والجبان. النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وقد كبش ولا معزه ولا دجاجه خبى السكين لا ترويهاش. كيف تربط الرجل قدامك؟ وكيف تعدم هذاك الإعدام البلطجي والإعدام الجبان والإعدام الذي لا ينم لا عن دين ولا عن إخلاق ولا عن قبيلة ولا عن شرع ولا عن عرف ولا عن سلف. شبهوا قبائلها يضربوا بهم المثل. ضربت هذا السمع أرض الحائط بهذا عملكم الدنيا هذا والجبان. عيب عيب، ذلك معنا عيب. قليلا من المروءة، قليلا من المروءة. قد الرجال قتل عمد بلغونا تقولوا لا حدا يدي ولا شيء، في سجون وفي محاكم. شرع الله وصلت على رسول الله. هذا الطريقة الأولى أو الرسالة الأولى. الرسالة الثانية الوساطة. أنتم بلطجي ولا تعرفوا لا قبيلة ولا عرف ولا سلف. الرجال قتل وعاد القبر ما قد نشف، وتبز الرجل وعدم الناس حامية وسير إلى باب الباب. لو شيء مرجلة وشيء عرف وشيء وجيه شل الرجال وبزاز السجن وحكموا أنا المقتول وبناقده موجود والمحاكم وحكم الله. طالما قد اعترفنا وشلينا ابننا، يعني طالما قد شلينا ابننا للمحكمة بمسنا وذو بالسجن، فهذا اعتراف ضمني منا ومن القاتل انه اجرم وانه قتل عمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر زمان وجزع الرجال بحكم الله وقاصصتم به. لكن دي عملتوه بلطجة وارهاب وقلة دين وقلة معروف. انا شخصيا مع ان كل من قتل عمد يقتل، وكل من سفك دم يسفك دمه، وكل من رمل امرأة ترمل زوجته، وكل من يتم أطفاله يتم أطفاله، وكل من ثكل أم تثكل أمه. شرع الله ما بيش فيها. عيال الناس مش لعبة. أنك تذبح فلان هو مع الزواق له سواء ولد ولا زوج ولا أخ ولا أب ولا بنت ولا أم، وتجي تدي بقرة وعفو عنه. لا، من قتل يقتل إلا إذا عفا بمحض إرادته. لكن بهذه الطريقة بلطجة وأرهاب وقلة دين وقلة معروف وقلة ناموس وقلة مروءة. إن الرجال مكبل قدامك صاحب الحدا عفا عن 3 قاتل أولاده. على الله ذا اللحاء
لا عاد شيء عرف ولا سلف ولا قانون. أمت والمروءة عند العرب، وأمت والقبيلة، وأمت شروعها، وأمت تطبيق الشرع عندكم. بهذا العمل الجبان وهذا العمل الدني لا يعمل إلا إنسان لا بكرامة ولا برجولة ولا بقبيلة ولا بإيمان ولا بإسلام ولا عنده أخلاق القبيلة ولا أخلاق الدين ولا أخلاق الجاهلية. إنك إنسان مربط قدامك وتبخ له 3 طلقة. عيب عيب عيب، أنت أنا عيب عيب. ها مهما كان حرقتك ومهما كان وجعك لا تعمل هذا العمل الجبان. تطرد اعترفوا الجماعة ودوا ولدهم قولوا شلوه السجن ولا حاجة. وبعدها لا، من ما جاء قول له دمك دم حنش، من ما حاول انه يتوسط قول انت يعني طرف في هذا الدم، ولدنا ماشي ولعبه ودم ولدنا ماشي وما قاصوا على صلاه على رسوله وبيض الله ويجيكم نفذتوا شرع الله والتزمتوا بشرع الله. يا ذي لا تعرفوا شرع ولا قبيله ولا ناموس.